فعشان كده زيت الموتوسيكل حاجه وزيت العربيه حاجه تانية خالص. هنحط زيت العربيه في الموتوسيكل هنروح في 60 داهيه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن زيت الموتوسيكل. ايه الفرق بين زيت العربيه وزيت الموتوسيكل؟ ملناش دعوه بالطياره ولا اليخت، خلينا ايه في العربيه والموتوسيكل بس. زيت العربيه بيبقى للموتور بس، حركه الموتور بس، تمام. زيت الموتوسيكل بيبقى لحركه الفتيس الغيارات، وبيبقى للموتور كمان، للاتنين. زيت الموتوسيكل بقى لازم يبقى رباعي الاشواط. زيت الفتيس اللي هو ناقل الحركة مكان ورق الدبرياج وكرونة الدبرياج وناقل الحركة، ويعمل الحاجات اللي بيعملها في الموتور، يعمل الاتنين، تمام. مينفعش يعمل حاجة واحدة. فعشان كده زيت الموتوسيكل حاجة وزيت العربية حاجة تانية خالص. هنحط زيت العربية في الموتوسيكل هنروح في 60 داهية. وطبعا الموتوسيكل برضه بيمشي وما بيروحش في 60 داهية الا ميكانيكيا وانت ما بتبقاش عارف. ففي ناس كتير جدا بيستخدموا الموتوسيكلات المتواضعه الصيني الصغيره وبيحط الزيت بتاع العربيه وما بيبقاش حاسس بفرق ومش عارف فيه ايه وما يعرفش اصلا ان في حاجه. طبعا الكلام ده مش ماشي على السكوتر، عشان السكوتر زي العربيه. السكوتر زي العربيه ان هو زيت الموتور منفصل تماما عن زيت الفتيس. مره واحد قريبي حط زيت سكوتر في موتوسيكله، مشكله في ايه؟ ان الميكانيكي قال له تمام ده زي ده حلو جميل، حطه وهو دلوقتي ساكن في القاهره تحت، جه من القاهره لاكتوبر يقول لي في حاجه غريبه، الدبرياج تقيل، عارف اغير سرعه، والموتوسيكل سخن زياده عن اللزوم، رجلي اليمين رهيبه ناحيه الدبرياج. قلت له انت عملت ايه؟ قال لي عملت كذا كذا كذا. قلت له تمام كده، ورق الدبرياج يتحرق، والزيت بتاع السكوتر ملوش دعوه بورق الدبرياج، فما بيعملش الخواص الميكانيكيه بتاعت حفاظ على ورق الدبرياج وتسليكه في الرايحه والجايه، ملوش دعوه بالسوست خالص. فكده عندك مشكله كبيره في ورق الدبرياج. سيب الموتوسيكل يبرد جدا وهتطلع عند كذا كذا. قلت له اقرب واحد ليه هتغير الزيت ده ترميه وتحط زيت موتوسيكل مش زيت سكوتر. فبرد الموتوسيكل جدا، قعد مثلا 20 دقيقة، وقف شرب سيجارة، خلص الموتوسيكل برد خالص، راح متحرك على أقرب واحد اللي وصفت له عليه، راح مغير الزيت السكوتر اللي كان محطوط لزيت موتوسيكل. الموضوع ده بيحصل كتير على فكرة، شبه كوميدي. يعني هو مرسوم عليه سكوتر وانت عندك موتوسيكل، بتحطه ليه؟ الزيت مش مرسوم عليه موتوسيكل، هو زيت عربية، تحطه ليه؟ يعني هو بيكتب، هو كاتب وراسم، يعني انت عايز ايه بعد الكتابه والرسم؟ معرفش. زيت الموتوسيكل بيبقى قليل جدا، يعني لو 4 سلندر بيبقى 4 كيلو بس، ولو 3 سلندر بتحط 3 كيلو، ولو سلندر واحد بتحط كيلو واحد. فكيلو واحد ده لتر فقط، قليل جدا. فازاي بيعمل كده وبيطلع وينزل ويخف ويتقل؟ زيت الموتوسيكل بيبقى التكنولوجي بتاعته اعلى بكتير من زيت العربيه، تمام. تعالوا اقول لكم بقى على الحاجات اللي مكتوبه على علبه الزيت بتاع الموتوسيكل ونشرحها، عشان برضه انا ايه طلع عيني قبل ما عرفتها، وسالت مهندسين، والمهندسين بتوع العربيات دول والمهندسين بتوع الموتوسيكلات مختلفين، يعني مش كلهم نفس النوع وكلهم دارسين نفس الدراسه، فالموضوع صعب. فسألت ناس كتير وشفت ناس على اليوتيوب متخصصين مهندسين موتوسيكلات. الحوار في ايه؟ بص، عندك 3 انواع في زيت الموتوسيكل: العادي، والنص تخليقي اللي هو سيمي سنتاتيك، والتخليقي بالكامل اللي هو فول سنتاتيك. يعني تخليقي بالكامل، تخليقي بالكامل يعني ايه؟ برضه جايه من كلمه خلق، يعني البني ادم هو اللي عمله، يعني مش طبيعي، مش جاي من الارض، مش مستخرج من الارض، يعني مش زيت، ماده مصنوعه احنا اللي صانعينها عشان تعمل الحاجات اللي احنا عايزينها بالظبط. ايه الفرق بين الزيت الطبيعي اللي جاي من الارض والفرق بين التخليقي؟ التخليقي كيميائي بالكامل، والزيت اللي طالع من الارض زيت حقيقي قابل للغليان، والانفصال ينفصل من بعضه، والتقل، وان هو يخف مع الحراره. فبيعمل ال4 حاجات دي خطر على الموتور الصيني. عشان كده لما بنغير زيت في الموتور الصيني، زيت عادي بننزله 500 كيلو بس، عشان لو قعد اطول من كده خلاص بيروح ب 60 داهية.
بيكتل تحت ما بيطلعش فوق، لما بيطلع فوق بيبقى زي الميه وزوجته تخف، بيشيط ما بينزلش لتحت الحديد ويطلع اللي فوق. اللزوجه خواص معينه لازم تحصل في زيت الموتوسيكل. مين بيعمل الخواص دي 100% في زيت الموتوسيكل؟ زيت البولي سنتاتيك التخليقي بالكامل اللي هو الكيميائي. بيعمل ايه؟ الريش اللي بيتكسر في الموتور بينزله لتحت عشان يتحاش في المصفى بتاعت الزيت او المغناطيس، يتلم تحت ويطلع فوق الزيت النضيف. بس يطلع فوق الزيت النضيف من عند ورقه دبرياج قله الزيت، ولو عندك سربنتينة زيت بتتضخ فيها وتعدي وتخف وزنها ولزوجتها تعلى تاني ودرجة حرارتها تقل عشان بتبقى نحاس مقابلة للهواء، وتروح طالعة لفوق تاني. تمام؟ ايه تاني؟ بيقعد في البستن فوق. دلوقتي انت قفلت الموتوسيكل بيتبقى فوق شوية، بيفضلوا موجودين، ولما درجة حرارة الموتوسيكل بيقعد يقل ببطء تمسك على، بتعمل كفر على البستم وعلى غرفة البستم والصبابات. تمام؟ وفي ورقة دبرياج بتبات بين ورقة دبرياج، بتبات بينهم والشوشة بتاعت الكورونا اللي بتقفل على ورقة الدبرياج وبتفتحه بتبات فيه. تعمل حاجات انت عمرك ما تتخيل انها ممكن تتعمل من زيت، اقسم بالله بيحافظ على الموتور حفاظ شديد. تعال نتكلم عن الرقم الكبير اللي مكتوب على الزيت. الرقم الكبير ده 3 انواع، 3 فئات. اول فئة ال 3000 اللي هو مش تخليقي، بينزل كل 3000 كيلو مع الموتوسيكلات اللي فيها تبريد زيت و4 سلندر. لو الموتوسيكل 3 سلندر هتقسم ال3 دول على 4 وشوف هيطلع لك كام. لو انت موتوسيكل 3 سلندر هتنزل الزيت على الرقم ده، هتحط 3 كيلو وهتنزل الزيت على الرقم ده. لو انت سلندرين هتحط 2 كيلو وهتنزل الزيت على الرقم اللي موجود اللي انت قسم ال3 عليه. لو انت مفيش تبريد بقى، اولا هتنزل الزيت قبل الرقم اللي انت قسمت عليه ده anyway كده عشان مفيش تبريد ميه. تبريد الميه بيعمل ايه؟ بيخلي الموتور بالعافيه ما يطلعش عن رقم معين من درجه الحراره، يفضل تحت درجه الحراره دي بالعافيه. لو ما عندكش تبريد ميه ما تمشيش على الرقم اللي مكتوب بالظبط، تمشي قبليه ب 200 و 300 كيلو عشان تكون في الامان، عشان سربنتينة الزيت مش 100% بتسقع، هي بتخفف الضغط، بتخفف ضغط اللزوجة الواطية ودرجة الحرارة، بس بتخفف يعني كأنه بيطبطب عليك، ما عملكش أي حاجة، بس الطبطبة مهمة، بس اكشلي ما عملكش أي حاجة مفيدة. دلوقتي أنا أنصح إيه؟ أنصح الموتوسيكلات تحط ال700 عشان ال700 ده تخليقي بالكامل، ينزل تقسيما على البساتم سلندرات، ينزل تقسيما على السلندرات بالظبط 1650 او 1550 وحاجه، هتنزلها على 1500 1400. تمام؟ ده احسن زيت يا سيدي في العالم مش في مصر. موتل عن تجربه، وولف كويس جدا، ريبسول كويس جدا، لوكا مولي كويس جدا. الحاجات دي جميله حلوه قوي، بس احسن حاجه مش كويسه هي خارقه. انا وصلت ل 90,000 كيلو ماشي على الموتوسيكل. لما عملت عمره على ال 75 80 79 حاجه كده. عملت عمره عند مايكل ليبي ربنا يخليه لينا يا رب. لما فتح الموتور انبهر. انا بعمل عمره ليه؟ عشان الترس التالت اتاكل عشان هو بيبقى ماشي مع كل التروس ما بيقفش. يعني انت لو على التاني الترس التالت شغال، لو انت على التالت الترس التالت شغال، لو انت على الرابع الترس التالت شغال. فدي حاجة ايه؟ ضرورية يعني. العمرة في الموتوسيكل الصيني بتخليه كويس جدا عشان انت بتجدد الموتور ما بيبقاش فيه مشكلة، مش زي الموتور الياباني بنقول عليه مفتوح. ما بنقولش على الموتور الياباني لما يتفتح يبقى خلاص كده محلول وعنده مشكلة. ليه؟ عشان الموتور الياباني ده دقيق جدا وعمرته بتيجي كل فترة طويلة فوق الخيال. فالموتور الياباني اللي في مصر، اللي موجود في مصر اللي الناس بتعمر عليه ده يا سيدي، بيكون الناس من كتر ما هي شايفة ان الياباني قوي
ويستحمل وجميل واقوى حاجه في الدنيا. ده احسن موتوسيكل في العالم، ده بيستحمل استحمال رهيب. بيعملوا ايه بقى في مصر؟ ما بيغيروش الزيت في المعان وبيحطوا زيت رخيص وبيمشوا بالظبط على الرقم اللي مكتوب على العلبه، مكتوب 5000 يمشي ال 5000. فبيعمل مشكله. في ناس بقى تعمل ايه اكتر بقى؟ تمشي اكتر من 5000 عشان الموتوسيكل الياباني ما بيقولش اي، مش زعلان، ما بيقولكش ايه ده ايه ده انا تعبان، ما بيدكش اي علامه ولا صوت، ولا بيتقل عصايه الغيارات وانت بتغير بالشفتات تحت، ولا بيديك اي علامه ان انا تعبان. عمره ما بيتعب، بسم الله ما شاء الله. فبيمشوا على الزيت زياده. تمام. طب الكاوتش بيفشخوا الكاوتش. الكاوتش المفروض يقعد كتير عشان اصلي وقوي والماني والكلام الجميل ده، او ياباني او امريكي. تمام. بيعملوا ايه بقى؟ بيقعدوا على الكاوتش ازيد من وقته، ده بيتعب آلات الجر وبيتعب الموتور في العزم. كانك ماسك ايدك اليمين بايدك الشمال وبتحاول تحركها، فمخنوقه ايديك مخنوقه، فبتدي اوردر من مخك لايدك اتحركي يمين، بتحاول مش عارفه بس بتتحرك من كتر ما هي دراع قوي عشان موتوسيكل ياباني. لما تعمل له عمره، تشيل القطعه كلها ترميها في الزباله وتجيب قطعه جديده تحطها 100% حديثه جديده لسه جايه من بلدها، نفس الموديل بالظبط. تك موتوسيكل بقى جديد 100% جديد، كانه لسه جاي من بلده. فالتعميره للموتوسيكل الصيني جميله جدا 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 ومطلوبه، لكن للياباني مش مطلوبه. ولو انت سافل يعني بهدلت موتوسيكلك الياباني، بدل ما تصرف على الموتوسيكل 8000 في 16 في 32 في 16 في 20000، بدل ما تعمل كده وكل شويه تفتح تاني عشان بيبقى فيه مشكله، عشان الموضوع دقيق جدا وصعب. الحاجات غريبه ولازم دراسه رهيبه وعمرها ما جت في مصر صح. تعمل ايه؟ تاخد الموتور كله ترميه وتستعوض ربنا وتجيب موتور جديد او مستعمل شويه صغيرين بس متجرب ب 40000 ب 60000 ب 100000 جنيه. تك خلاص، ده عمره. اعمل ايه؟ لو انت اتضحك عليك بقى وجبت الموتوسيكل وبقالك 10000 كيلو وبعد كده قال لك انا عايز عمره واي، يا لهوي يا ظهري يا لهوي يا رجلي، وعمل الحوار ده واتنصب عليك، يبقى هتبيعه لحد وما تضحكش عليه انت كمان، عشان هو اللي باعهولك دخل النار. تمام. فحضرتك ما تعملش نفس الذنب اللي هو عمله فيك وتروح تقعد ما جنبه في اوضه 17 في النار. يعني هو يبقى في اوضه 16 وانت في اوضه 17، ده مناصب والمنصوب. انت دلوقتي مفعول به، ما تبقاش فاعل. ما تعملش نفس الخطأ السافل اللي عمله فيك الشخص اللي قبلك. تعمل ايه؟ توديه لحد وتقول ده عمل كذا وكذا وكذا وتعرفه حالته وتبيعه على الرقم ده. لو هو مثلا هورنت 600 حالة كويسة واتنصب عليك فيه وهو اصلا سعره 250000 270 300، هتبيعه ب150 ب110 عشان هم هياخدوا منه القطعة السليمة وهيرموا القطع الصعبة البايظة وهيفتحوا الموتور. فما تنصبش على حد زي ما انت بتحبش حد ينصب عليك. مش الحوار مش حب، الحوار ليه كارما. انت لو عملت حاجة غلط هتلبس الاخطاء بتاعتك في الدنيا والاخرة. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير، ما تنسوش تشيروا لاصحابكم اللي عندهم موتوسيكلات، وتعملوا لايك. ولو انت عجبك يعني القناة بتاعتي يبقى اعمل زر الجرس عشان يجيلك كل ما اعمل حلقة جديدة يجيلك نوتيفيكيشن بالحلقة اللي نزلت.